جميل 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 هذا التيكوار منك. سينكاي محتاجينها يا سينكاي، نحن نطالب بهذا الفوز يا سينكاي. ليزي أين أنت يا ليزي؟ يد واحدة لا تصفق. لا. يحتاجك ليزي ويحتاجك سينكاي، وكليهما يحتاجان بعضهم البعض. نريدك بهذه اللحظات الحاسمة أن تبين للجميع أنه مهما كان سواء لاعبا أم لاعبين قادرون على تجاوز هذه العقبات، وقادرون كذلك على قلب الطاولات وصنع المعجزات وتطبيق مبدأ الريمونتادات. ليزي يتقدم ثابت الخطة من ناحية اليمين. هل راح يتمكن من تحصيل هذه النقطة؟ هل راح يتمكن كذلك من تأمين هذا الفوز الذي لم يتبقى بينه وبين هذا الفوز إلا دقائق معدودة، ثوان معدودة؟ زيبوي منطقة اللعب تحدك، ومن جهة أخرى هناك لاعب. هذه النيد هي الحل يا سينكاي، جيبها. هي المناسبة يا سينكاي، جميلة يا سينكاي. يتمكن سينكاي من اختلاس إسقاط. هل سينكاي سيحل محاله ليزي؟ لا يا ليزي، جيبها يا ليزي، اخطف لك اللاعب عيد يا ليزي. يلا بطل بطل يا ليزي، بطل ديما عارفينك بطل، ديما تلقاوك في أداء خرافي الوقيته ديال الدروة. له الأبدان المنتخب المغربي بفوز ثلاثي الأبعاد. فعلا هذا هو الأداء الذي كنا ننتظره، وسقف التحدي قد ارتفع بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي. والله صدقوني عندما أقول نحن بصدد عيش 5 مباريات من الجنون. المنتخب المغربي يقاتل خالي النفاذ مع ضربة إقصاء التي تمكن من أخذها على نظير المنتخب المصري صعب بشكل كبير. يعني مباراة كاملة لها يتمكن المنتخب من تحيز فقط 4 نقاط، وهذه
المنتخب المغربي عندما يختار اتخاذ قرار صعب، عندما يختار أن يتجبر وأن يظهر للجميع ما هي شخصية البطل. الله عليك يا سيكاي، هذا الأداء الذي كنا ننتظره يا سيكاي رغم اعتزالك، لكن أتيت وبرهنت أنك قادر على الكثير يا سيكاي. نصيحة أعطيناها وأسقيناها في سبيل كون هذا المنتخب. الحمد لله في المركز الثاني في كاس العالم اللي غيكون في الرياض، نتمناو اننا نقدموا اداء احسن